الجمال اللي بتشوفه قدام عينيك ده هو الأرز الأبيض المصري اللي بيكون قدام كل واحد مننا على السفرة، بس ده وهو لسه في مرحلة الزراعة أو الشتلة بمعنى أصح، واللي بيتم تجهيزها في مكان صغير في نفس الأرض اللي هيتزرع فيها أو أرض جنبها. وبيتزرع في المشتل ده الرز بغزارة عشان يبقى تقيل جدا وينفع يتجزأ لأجزاء صغيرة ويتزرع في الأرض الكبيرة. وبعد ما الشتلات دي تكبر شوية بيتم تجهيز الأرض عشان أهم مرحلة وهي مرحلة شتلة الرز، واللي بتتم كلها والأرض بتبقى غرقانة في شبرين مية على الأقل، سواء في تمليخ الشتلات من المشتل وتوزيعها على الأرض الغرقانة المية. والمرحلة دي بتكون يدوي أو بلانش مخصص ليها بيتجرب الحصاد، وطبعا باللانش اسهل. وبعدها بيتم شتل الشتلات الصغيره في صفوف منتظمه داخل الارض المغموره بالميه. ووجود الميه بالشكل ده مش مجرد منظر وخلاص، ولكنه جزء اساسي من نجاح المحصول، لانه بيساعد على نمو النبات بسرعه وبيقلل من انتشار الحشائش اللي بتكبر بسرعه لو الميه نشفت عن الرز. ويعتبر الرز من اهم المحاصيل في مصر، وبيتزرع سنويا مساحه تقارب 1,000,000 فدان من الرز، بتتركز اغلبها في محافظات الدلتا زي كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية ودمياط والغربية، بالإضافة إلى بورسعيد والإسماعيلية وأجزاء من اسكندرية. والرز المصري معروف عالميا بجودته وطعمه المميز، خاصة الأصناف قصيرة ومتوسطة الحجم، واللي بتميز المطبخ المصري في أكلات كتير جدا زي المحشي والكشري وصواني الرز المختلفة. وبالرغم من أن زراعة الرز بتحتاج كميات كبيرة من المية، ولكن مراكز البحوث الزراعية طورت أصناف جديدة أكثر تحملا للظروف المناخية في مصر، وكمان أعلى في الإنتاجية، وكمان بتساعد المزارع على تحقيق محصول أفضل مع استخدام أكتر كفاءة للمية. وفي النهاية الرز مش مجرد محصول بنشوفه على السفرة وبنضربه مع أي حاجة وخلاص، ولكنه نتيجة شهور طويلة من تعب الفلاح المصري، بداية من تجهيز الأرض مرورا بالشتل والري وحتى موسم الحصاد. وكل سنبلة بتحكي قصة جهد وصبر وحب للارض. لو انت من اي محافظه بيتزرع فيها الرز في مصر اثبت وجودك في الكومنتات، ولو مش في محافظه بتزرع الرز اثبت برضه وجودك في الكومنتات وصلي على النبي. اهو الله ينور الرجاله. لا يا عم لا يفكروني ما واقف وراه.